تتعرض المرأة للاستغلال والانتهاك بشكل معقد متعدد الأبعاد، يتداخل فيها الاستغلال الجنسي الاجتماعي والاقتصادي، وينظر إلى جسد المرأة كسلعة يمكن تسويقها وتحقيق الربح من ورائها. هذا الاستغلال يتجسد في صناعة الجنس والعديد من أشكال الاستغلال الجنسي التي تعرض النساء للانتهاكات. تتعرض المرأة للعديد من الانتهاكات والاستغلال نتيجة للنظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يركز على مصالح الاقتصادية على حساب حقوق المرأة. في هذا النظام يتم استغلال المرأة بشكل مزدوج بسبب التمييز الطبقي والنوع الاجتماعي، مما يؤدي إلى أزمات عدة تمس حقوقهن وحريتهن. في ظل نظام الأسد الذي يتبنى أيديولوجية البعث، كانت المرأة الشابة تواجه واقعا معقدا من القيود الاجتماعية والسياسية والحقوقية، حيث كان ينظر إليها غالبا على إنها أداة لتحقيق الأهداف النظام في إطار الدور التقليدي المتمثل في العائلة والمجتمع. فإن المرأة كانت جزء من المشهد السياسي والاجتماعي على مستوى محدود، مع تماهي بين الأيديولوجية البعثية والاحتفاظ ببعض الممارسات الاجتماعية التي تميز النساء وتحد من استقلاليتهن. إن ثورة المرأة الشابة الريادية والطليعية هي بمثابة لحظة فارقة في تاريخ النضال النسوي في الشرق الأوسط. المرأة الشابة لم تقتصر على دورها كضحية للنظام القمعي، بل كانت في طريقة المجابهة والتغيير من خلال الريادة في العمل السياسي العسكري والثقافي. أثبتت المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا قدرتها على القيادة، وقدمت نموذجا جديدا للمرأة التي لا يقتصر فقط الحفاظ على حقوقها، بل على تشكيل المستقبل وبناء عالم أفضل قائم على العدالة والمساواة. سقوط نظام البعث في سوريا يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار البلاد، حيث لعبت المرأة دورا محوريا في هذا التغيير، سواء من خلال مشاركتها الفاعلة في الثورة أو من خلال التحديات التي واجهتها في مرحلة ما بعد سقوط النظام. بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 شهدت سوريا مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، حيث تعرضت المرأة الشابة بما في ذلك النساء العلويات السريانيات الآشوريات لانتهاكات متعددة بحق المرأة الشابة في سوريا الجديدة، كاعتقالات وتعذيبات والتمثيل السياسي المحدود. بعد سقوط النظام البعثي الذي تولى حكم سوريا، من كان في صفوف الإرهاب ومن قتل القياديات والسياسياتنا يناضلن من أجل الحرية والديمقراطية. هذا الحكم هو إسلام سياسي بحد ذاته، يعود من جديد بانتهاك المرأة والنساء اللواتي في المناصب في سوريا الجديدة. لا تمثلنا كمرأة شابة وكنساء سوريات، لأنها تتمتع بعقلية ذكورية وبعيدة عن حرية المرأة ومتطلباتها. حكم سوريا يعود إلى عام 2015 كما كان يفعله التنظيم الإرهابي داعش بالنساء بتغطيتهن وفرض الحجاب وعدم احترام للأديان والمعتقدات والثقافات. إننا كشابات نؤمن بحقوقنا الأساسية في الحرية والكرامة والعدل، نعلن رفضنا الكامل لفرض الحجاب الإجباري. نؤمن إن المرأة يجب أن تكون حرة في اختياراتها في طريقة لباسها دون أي ضغوط اجتماعية أو قانونية. اليوم هذه قطعة القماش إنما هو غلق على إرادة المرأة، وإلى جانبها الزواج النكاح هو طريق أمام فتح الأمور اللا أخلاقية بحق المرأة وانتهاكات من حقوقها وإرادتها. ونحن نؤمن إن المرأة لها الحق في اتخاذ قراراتها بناء على قناعاتها. ولا يجب أن تكون قوانين المجتمع قيودا على حرية المرأة. نحن نطالب بحريتنا والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع مهما كانت اختياراتهم الدينية أو الثقافية. لن نسمح بأن يتم تقييد حقوقنا في الظهور بالعالم كما نريد. نريد مجتمعا يسمح لنا بالتعبير عن أنفسنا وعن آرائنا بحرية دون خوف أو تمييز. ندعو إلى بناء مجتمع يحترم تنوع الاختيارات ويدعم كل امرأة في قراراتها الشخصية سواء كانت تختار أي شيء كان. مشاركة المرأة الشابة في ثورة شمال وشرق سوريا واحد من أبرز الأمثلة على دور المرأة في الحركات الثورية، حيث ناضلت في مختلف الجبهات
من أجل التحرر والعدالة والمساواة، ونظمت نفسها تحت فلسفة المرأة الحياة الحرية، وتحت الحماية الجوهرية لضمان حقوقهن ولتصدي لجميع الهجمات التي تواجهها. لا يمكن بناء سوريا جديدة ديمقراطية ومستقرة دون أن يكون للمرأة الشابة دورا محوريا في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تنظم نفسها بناء على أساس فلسفة المرأة الحياة الحرية. ونحن كشابات سوريات ندعو إلى المجتمع يحترم جميع الحريات الثقافية والأثنية والدينية، ودعم حرية المرأة ودعمها باتخاذ قراراتها ودمجها بمراكز صنع القرار، وأيضا بكتابة دستور الجديد لسوريا. نؤمن أن طريقة نحو المساواة يبدأ باحترام حق كل فرد في اتخاذ قراراته بعيدا عن الضغوطات المفروضة على المرأة. مكتب المرأة الشابة في مجلس شباب سوريا الديمقراطية حسكة 10/2/2025. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان